ده ان شاء الله يا جماعه هنتكلم على افتراس الحمام للزغاليل، وهنتكلم على علاج الحمام لافتراس الزغاليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله، أحبابي بره مصر وجوه مصر، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ أي كلام يا جماعة نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صل على الحبيب عشان قلبك يطيب. صلاة النبي مكسبة يا جماعة، يا ريت الكل يصلي على النبي عشان خاطر إن هي صلاة النبي مكسبة. النهارده في الفيديو ده هنتكلم على أسباب افتراس الحمام للزغاليل وعلاج افتراس الزغاليل. طبعا المشكله ديت متداوله يا جماعه، والناس مش عارفه، وفي ناس عارفه وفي ناس مش عارفه. فطبعا المشكله سهله وبسيطه، بس انت اللي بتكسل ان انت تعمل الحاجه ديت، والحاجه دي سهله وبسيطه والله العظيم وهتتفاداها. وهي اسباب الحمام افتراسه للزغاليل حاجه واحده، الكالسيوم يا جماعه. الكالسيوم هو ده عامل اساسي لافتراس الحمام للزغاليل. وانت ممكن تخش تلاقي الحمام منقر الزغاليل. طب منقر من ايه؟ لازم تعرف التنقير ده سببه ايه. سببه حاجه بسيطه انت ممكن تكون بتعملها ومش دريان ان انت مثلا ايه سببها. سببها حاجه بسيطه يا جماعه، ان انت ممكن تلاقي الحمام ريشه منحول او متنقر من هنا ومفيش ريش. ده بسبب التمليح يا جماعه او التحديق اللي انت ما بتقدموش للحمام. وفي حاجه تانية يا جماعه، لو انت مثلا ما بتقدمش التحديق للحمام، حط له املاح معدنيه، املاح معدنيه، ملح طعام، ملح طعام في الكلفه. يعني حاجه سهله وبسيطه. يعني ممكن تقدم له مثلا ايه، السوبر فوز. سوبر فوز ده املاح معدنيه يا جماعه، بتتجاب من عند الطبيب البيطري، الصيدليه البيطريه او الطبيب البيطري بيبيعوا، اسمه سوبر فوز. حلو قوي قوي قوي. الغطا بتاعه على رتل ميه، وانسى الحمام اللي هو اللي بيفترس الزغلول عندك، او بينقر الزغلول، او بياكل فريش الزغلول عشان يملح منه. هو بياكل ليه فريش الزغلول؟ عشان يملح، عشان هو عنده نقص املاح معدنيه في جسمه او قله الكالسيوم. قله الكالسيوم دي يا جماعه لما بتظهر عندك في المكان، هو الحمام او للذكوره عامه، او للاناتي او للانثى او للذكر بيبقى عندهم نقص. حتى الانثى بتنقر، حتى الذكر بينقر. طبيعي ان هم يملحوا من الحمام، بتبقى زي الشبه زي كده يا جماعه، بيبقى الظهر منقور زي كده، بس هم مش ناقرينه. ده الريش بيكمل عند الزغلول، لسه زغلول صغير يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، صلي يا عين صلي، صلي يا عين صلي. فطبيعي عشان نتفادى مشكله افتراس الحمام للزغاليل، حاجات سهله وبسيطه. لو انت قدمت معلقه ملح زي ده، ملح زي ده، معلقه واحده بس كده، مش هتخسرها. لو انت تقدمها لو كل يوم، لو كل يوم، مش هقول لك ما فيهوش اي خطوره، على شويه كلفه زي كده وقلبتهم هم اهو يا جماعه اهو. بص بقلب الكلفه اهوت، سهله وبسيطه اهي. حاجات سهله وبسيطه بس، يعني حاجات بتبقى سهله وبسيطه واحنا اللي بنصعبها على نفسنا يا جماعه. والله العظيم ان الحاجات ديت هتمنع عندك الافتراس او نقر الزغاليل، او الحمام اللي هو بينتف ريش الزغلول ويخليه منحول. قله التمليح يا جماعه لازم تؤدي للافتراس. ما دام انا نقرت الزغلول، مضطر ان انا اعض الزغلول لغايه ما اموته. واغلبيتها اللي ما بيستحملش كمان ان الزغاليل اللبه، زغاليل اللبه ما يكون في عمره صغير، الناس اللي هي بتشتكي بتلاقي اللي هو اللبه متعور ومتبهدل من رقبته ومن راسه وتلاقيه ميت. ده بسببه يا جماعه التمليح. طالما ما فيش تمليح هي اللي بتؤدي الاسباب ديت للكلام ده، واحنا مش عايزين نعمل الكلام ده يا جماعه. احنا ده حاجات سهله وبسيطه والله، لو وفرناها لحمامنا هنلاقيها سهله وبسيطه، مش محتاجه كتير. يعني مش محتاجه كتير، محتاجه ان انت تخلي بالك من الحمام بتاعك عشان خاطر الانتاج يستمر عندك وما يموتش عندك. وانت دلوقتي احنا في غلاء الكلفه، العمليه يعني مش حمله اللي انت تخسر زغاليل انت بتطلعها. مثلا بتعمل التكافؤ ذاتي، بتاكلها بتبيعها عشان خاطر ان انت تسترزق مثلا فيها عشان تعرف تجيب كلفتك وتوفر الجنيهين اللي انت بتدور عليهم مثلا في ظروف الغلاء ده، بيساعدوا معاك. فانا نصيحه يا جماعه، التمليح والحاجات اللي هي الكالسيوم اللي هي الصدف
والجير والحاجات اللي هو الكسر بتاع في الارض اهو عندي يا جماعه. ده الكسر بتاع الجير، انا برمي لهم على طول بيملحوا بيه. ده بيمنع الافتراس يا جماعه. ده سهل، لو رحت لبتاع العصافير الزينه والحاجات ديت هتلاقيه عندي. قول له انا عايز كيس تمليح، هيديهولك فيه، حتى في حبوب هيديها لك اللي هي الحبوب اللي هي الفياجرا الحمام، اللي هي الحبوب اللي هي مثلا زي بذر الكتان وبذر السمسم وبذر البرسيم وبذر الفجل وبذر اي البذور عامه كلها وبذر البقدونس والحاجات دي. ده مجموعه بذور بتبقى كامله بيديها لك مع الكسر اللي هو بتاع الجير اللي هو الصخر او بيبقى في الجبال اللي هم بيكسروه في المحاجر. هم بيكسروه بيحطوه دلوقتي في اكياس اللي هي التمليح. فده كويس جدا لو انت حطيته للحمام مالي الارض اهو، اللهم صل على النبي، يسيبوه لهم مع الاكل يملحوا بيه. بيقوي عندهم الكالسيوم. عشان تمنع ان انت ما يكونش عندك افتراس حمام للزغاليل، لابد ان انت تعمل الخطوات السهله البسيطه ديت عشان يقوي الكالسيوم عند فرد الحمام، ما يقعدش ينقر في الاهالي، ما تقعدش تنقر في الزغاليل الصغيره وتموتها لك، ويحصل عندك قله انتاج في المكان وتقعد تزعل في نفسيتك. لا، انت توفر الحاجات ديت للحمام بطريقه سهله وبسيطه، ومش هتاخد منك اي مجهود ولا اي حاجه. انت مسافه ما انت هتحطها له في طاجن زي ده مثلا، لو انت بتحط له بتحط له برضه الطوب الاحمر. احنا عملنا برضه خلطه اهي للطوب الاحمر، والحاجات ديت برضه كويسه، فيها برضه صدف وحاجات زي كده صغيره مكسره، هم نقوه وسابوا لي الرمله والحاجات دي، وحاطط فيها فحم وحاجات زي كده. فبرضه الفحم بيساعد على طرد السموم من الجسم يا جماعه، مهم جدا للحمام. يعني الحاجات ديت والله العظيم لو انت وفرتها للحمام مش هتحتاج لاي ادويه بيطريه ولا اي ادويه بشريه ولا اي حاجه، الا الحاجات اللي انت بتديها لهم التحصين الاسبوعي اللي هو زي شراب الشيح، شراب طرد للديدان، لبان الذكر برضه الطرد للديدان وبينظف جوف فرد الحمام. الحاجات دي والله العظيم ما بتاخدش منك اي مجهود ولا اي حاجه، انت بتغليها وبتحطها للحمام في الميه على طول مباشر، وبسم الله ما شاء الله بتلاقي صحه وتحسن لفرد الحمام، وتلاقيه نشيط، وتلاقي الحركه عندك بسم الله ما شاء الله في الحمام كويسه جدا جدا جدا، وتلاقي فرد الحمام ولا واقف كاشش ولا عنده اسهالات، وتلاقي عندك البراز 100 فل و19 في المكان، وهتلاقي الزغاليل زي ما انت شايف في صحه جيده. اللهم صل على النبي. ومش هتلاقيها ليه؟ لان الاهالي بتزق الحمام وهي واكله من التمليح اللي في الارض او الحاجات ديت، فبتقوي فرد الحمام برضه وبتدي طاقه كالسيوم كبيره، وبرضه بتساعد على الكلام ده، بيساعد على هضم الحاجات اللي في معده الزغلول برضه هم بتديها له الاهالي. يعني التمليح مهم جدا جدا حتى للزغاليل يا جماعه، وبيساعد برضه على هضم في حصاله فرد الحمام. التمليح كويس جدا جدا وله فوائد عظيمه لزياده الكالسيوم عند الحمام، وفي نفس الوقت بيرفع من كفاءة الحمام وزيادة الإنتاج عنده. فده من الطبيعي يا جماعة احنا لازم نستخدم التحديق أو ملح الطعام أو الأملاح المعدنية. طبعا أنا مش هطول عليكم في الفيديو ده، لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناة أرنبكو وطيور الخير، وأسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.